الولايات المتحدة تتحرك بالمغرب في الصحراء بشكل لم يسبق له مثيل. الاستثمارات الأمريكية تتجه جنوبا بعد اعتراف رسمي بمغربية الصحراء وسط تحولات استراتيجية على الأرض وأيضا على مستوى الدبلوماسية. موقف قوي لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لأفريقيا مسعد بولس أو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاء ليؤكد فيه أن واشنطن ماضية في تثبيت موقفها المعلن منذ اعترافها بمغربية الصحراء. شدد بولس على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي الوحيد لتحقيق تسوية دائمة تفضي إلى السلام والاستقرار في المنطقة. إلا أن الملفت هنا هو مرور إدارة ترامب إلى السرعة الثانية في التعاطي مع الملف. نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو كشف أن واشنطن ستواكب الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار ليس فقط في شمال